وصلنا لزمن منظومة التفكير عند كل هذا الجيل، جيل الشباب، فيها أخطاء بشكل كارثي. تركنا جوهر الحياة والقيمة والحقنا تفاهات، يوميا مقارنات مستمرة ورغبة بالوصول والاقتداء بشخصيات هزلية وتافهة على السوشيال ميديا. حرفيا وصلنا لتفكير كارثي، الإنسان فينا بيجرب شغلة أو فرصة وبيفشل فيها، بيروح بيكتئب وبيتسطح شي سنتين بوجه اهله، ودوما مركزين على كل شيء ناقصنا. ما شفت حدا بهالزمن او بني ادم عم يقول الحمد لله على هالشيء اللي انا بملكه، وعم يحاول يسعى للافضل وفهمان تماما مفهوم القناعه والسعي. دوما بدنا مثاليات مفرطه، يعني انا بدي جسمي ولا غلطه، بدي انفي ستريت ولا فيه اي ميلان، بدي وجهي ولا حبي، بدي انا اركب هاي السياره، بدي انا اطلع على هذا المكان. ما بدنا ولا غلطه بحياتنا، كلياتها لازم تمشي على الزئبق مثل ما عم نشوفها على الانستغرام. وهي التغييرات والاحلام والوصول لكل هي الاهداف والامتثال بالناس على السوشيال ميديا صارت مرض. مو ملاحظين انه وصلنا لاقذر مرحله من الوعي البشري والاجتماعي والانساني اللي ما عم يخلينا نتطور باي شيء بحياتنا. دوما مستعجلين وبدنا كل شيء، وهذا الشيء الاستعجال هذا عم يخلينا نهرب بدل ما نواجه، عم تصير تحمل المسؤوليه عنا صفر. ودوما الحق مو علينا، الحق على الناس، على الظروف، على البلد، على سوريا، على كل هاي التفاصيل اللي عم تصير معنا. وآراء الناس عنا مقدسة، لازم ما نخالف آرائهم أبدا ونمشي مثل ما بدهم. اتركوا كل هالقذارة بنمط التفكير وأسلوب هالحياة هذا اللي ما رح يجيب لنا غير الأمراض لإلنا وللمجتمع كاملا. قوموا تحركوا، اشتغلوا، اسعوا، اهتموا بحياتكم، ابنوا قيمة لأنفسكم، اهتموا بأهاليكم، اهتموا بعيالكم، بشغلكم، بالمستقبل، بالجوهر والقيمة الحقيقية للإنسان وللحياة وللمعرفة، مو بهي التفاهات والفزلكه اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا. وهذا اللي بده يصير مثل هداك الشخص بالبلد الفلاني، وهاي اللي تحت بدها تطلع تعمل عمليات تجميل وتركب على الجي كلاس مثل اللي هديك راكبتها بدبي. وكلياتنا صرنا تافهين لدرجه ما لنا عم نحس على حالنا. فاصحوا على حالكم، خليكم اذكياء وخليكم صاحيين وفكروا صح، شغلوا لهذا. سلام.